السلام عليكم. يلا بينا نعمل النهاردة أكلة مفاجأة. هنعمل الممبار بكل أسراره وكل طرقه، ونعرفوا الممبار أنواعه إيه وبيتعمل إزاي. يلا اللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد. الأول هنعمل خلطة المحشي. خلطة المحشي عادي، نقطع البصل ونتبله معلقة سمنة، وبعد كده هو بنحط له الطماطم. طبعا الطماطم دي اللي احنا عملناها ونزلتها على القناة، ما شاء الله حمرا وجميلة، وطريقتها كانت سهلة. هتلاقوها معايا عندكم على القناة. حطينا الطماطم، وبعد كده نحط معلقة صلصة. طبعا هو ما كانش محتاجة صلصة، بس انا حطيت معلقة صلصة. وهنحط بعد كده ملح وفلفل اسود ومعلقة شطة. اللي ما بياخدش طبعا ما بيحبش الشطة ما يحطهاش، ما فيش مشكلة. طبعا المعالق احنا نحط معالق صغيرة عشان ما حدش يحط معلقة كبيرة. احنا بنكتر فيها الفلفل الاسود بس شويه، لكن ما بنحطش فيها اي بهارات، لان هي ما بتبقاش محتاجه بهارات. البهارات او المرقه بنحطوها طبعا للمحشي العادي، انما ده لا. بنحط كده اهوت. عملناه، قطعنا الخضره. بنحضر بقى الخلطه كلها على بعضها، الخلطه بتاعت الطماطم مع الخضره مع الرز. بنقلبهم كلهم مع بعض. كده بقى دلوقتي احنا بنحاول نظبط الملح ونظبط الحاجة بتاعت المحشي. بنحط برضو معلقة فلفل اسود، بنحط معلقة ملح، بنحدقه برضو كده الخلطة نفسها. وبعدين نبتدي نحشي. الطريقة دي سهلة وهتريحكم ياما. حاولوا تعملوها وبإذن الله تعرفوا تعملوها. عايزة اقول لكم كمان على حاجة. الممبار ده انواع، في شمبري وفي بتلو. الشمبري بيكون أوسع من البتلو، وبياخد سوا أكتر منه وبيكون سمين. إنما البتلو بيكون أضعف منه، ضعيف، ويبقى شربته خفيفة شوية عن الشمبري، وما بياخدش سوا زي الشمبري. ده هو كده البتلو. ده كده اللي هو الشمبري، بس أكبر، لونه أغمق سنة عنه، وكله سمين من على الحروف بتاعته. ده كده اللي هو الشمبري، بس ده بياخد سوا أكتر من البتلو اللي هو التاني. كده احنا عملناه ربطناه. كده ده اللي مربطاه دوت هيبقى ايه، احجام صغيره هوريها لكم بعد كده. الممبار عندنا ممكن بيتعمل بطريقتين. ممكن يتربط بفتله بيضه وتربطيه، وممكن تقطعيه صوابع 10 سنتي او 15 سنتي، وتفردي في قلب الرز وتحطيه في ميه بتغلي او في شوربه وهي بتغلي. طبعا الشوربه بنحط لها حبهان ولوري. دي كده شوربة ال الممبار بتاعنا. كده سمينة علشان الشمبري. طبعًا الشمبري أنا سويتهم كلّهم مع بعض، بس الشمبري حطيته الأول قبلها بتلت ساعة قبل ما أحط البتلو وراه، أو قبل ما أحط الباقي معاه. إنما طبعًا لو جبتيه أنتِ ممكن تسوي كل حاجة لوحدها عشان ما يختلطش بيكِ الأمر وتلاقي ده استوى وده لأ. هنا ده اللي هو الصغير اللي أنا ده ربطناه إزاي؟ كل قيراطين بالتانيك رابطة بفتلة بيضة، كل قيراطين تربطي بفتلة بيضة. وبعد كده بتجيبي سلاكة وبتخرميه تدي له فتحة أو خرم بيه عشان ما يفرقعش منك، لأن الرز بيكبر في السوا فبيفرقع الممبار. كده احنا طلعناه، ومجرد ما يبتدي يبرد بنحمره على طول. ما شاء الله، شكله بيبقى جميل وطعمه وريحته بتبقى قلب الدنيا. الله، ريحته بتبقى جميلة جدًا، ومن غير أي بهارات، من غير أي حاجة، هو أصلًا ريحته بتبقى جميلة، بيبقى عامل قلبان بصراحة. كده إحنا حمّرنا الممبار بتاعنا، ده اللي هو الشمبري. بيبقى باين، يعني هو الشمبري بيبقى باين من البتلو. بس عامةً إذا كان ده أو ده ما فيش مشكلة، الاتنين حلوين. بس أنا حبيت أعرّفكم بس الفرق بين ده وبين ده. اللي بيحب الممبار سمين بيجيب اللي هو النوع الشمبري، واللي بيحبه يعني ضعيف شوية أو ما بيحبوش سمين أوي بيجيب ده. ده كده اللي هو ده كده برضه البتلو. ده كده الشمبري. الشمبري بتبقى الصُبع بيبقى كبير شوية، ودي شوربته ما شاء الله سمينة وجميلة، وريحتها بتبقى جميلة جدًا. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين إيديكم. قوموا هاتوه واعملوه وجرّبوا، ما تيأسوش. اللي ما بتعرفش تعمل هتعرف تعمل بإذن الله، لإن هو سهل ما فيهوش حاجة. بس إحنا نجرّب ونعمل، وربنا يحسن ما بين إيديكم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان ييجي له كل جديد. كده أهوّة، أهو، ما شاء الله. وبعدين بتلاقي الصُبَع طري معاكِ، بمجرد إن هو يستوي بتلاقيه طرى معاكِ. طول ما هو على النار وتمسكي الصُبَع وتلاقيه لسه جامد،
تسيبيه لسه ما استواش، بمجرد إن الصُبع الممبار تلاقيه طرى في إيدِك تعرفي إن هو كده استوى، لإن في ما بيعرفوش إن هو استوى والّا لأ، وساعات بيسيبوه على النار لحد ما يفرقع. طبعًا إحنا كده فهمنا، ولازم الممبار عشان تعرفي تسويه وما يفرقعش منِّك، لازم تخرّميه، تدّي له خرام مع التنفيذ بتاعه. كده أهو الممبارة المحشية بتاعتنا أهيّة، ما شاء الله مستوية من جوّه، والحبّاية بحبّايتها بتاعة الرُزّاية بتاعتها، ما شاء الله وشكلها جميل. بس خلّي بالكم بس هو كان سُخن، أنا ما كنتش عارفة أمسك